السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت أطلع معاكم فيديو مهم جدا بخصوص آخر أخبار نادي الزمالك. حتى الآن نادي الزمالك هيعلن اليوم عن التعاقد مع جون إدوارد اللي هيتولى المهمة في المدير الرياضي بخصوص كرة القدم بنادي الزمالك، الفريق الأول وإدارة الفريق الأول كاملة بالمدير الفني باللاعبين، بالتعاقد مع اللاعبين وتجديد عقود اللاعبين. هيتولى كل شيء عن فريق الكورة، وإن شاء الله يكون موفق في هذا المهمة الشاقة التي لازم يكون فيها حد كويس جدا 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 وعالي جدا، لأن الزمالك الفترة الجاية داخل على مرحلة صعبة محتاجة شغل كويس جدا ولعيبة ومدير فني كويسين جدا جدا عشان يقدموا موسم قوي، حتى الموسم اللي جاي نعوض الموسم المحبط السابق. فإن شاء الله نقدر نحقق نجاحات كبيرة جدا جدا في الموسم الجديد. أول حاجة جون إدوارد اشتغل في البداية الأولى على المدير الفني مع لجنة التخطيط، ولكن الزمالك حتى الآن لن يعلن رسميا عن التعاقد معه، لكن اليوم سيكون الإعلان الرسمي عن التعاقد مع جون إدوارد واللاعبون أيضا. أول ملف هيخش عليه على طول جون إدوارد اللي هو التعاقد مع مدير فني، وأيضا اللي هو تجديد عقود اللاعبين جوه نادي الزمالك. إن شاء الله يحققوا مكاسب كويسة جدا جدا جدا، بالذات إن المدير الفني اللي هيجي جديد ده هم عايزين ياخدوا رأيه مين اللي يرحل ومين اللي مش هيرحل. طبعا التقرير بيكون على حسب المدير الفني السابق، يعني مثلا أيمن الرمادي مشي فبيعمل تقرير قبل ما يمشي، بحيث ان هو المدير الفني لما بيجي جديد يعرف تقييم كل لاعب عن المدير الفني اللي قبله. فنادي الزمالك هيقدر ان هو الفترة اللي جاية يشوف تسويق اللعيبة الراحلين اولا، وايضا اللعيبة اللي هيبقوا واللي هيقعدهم قربت تنتهي فهيجددوا ليهم. الفترة اللي جاية دي هتعرفوا من المدير الفني الجديد. المدير الفني الجديد اللي هيمسك هو اللي هيقرر مين اللي يرحل ومين اللي يجدد ويبقى. فالفترة اللي جاية جون إدوارد هيكون شغله عالي جدا جدا في الفترة دي، ممتاز جدا جدا الفترة دي إنها تكون كويسة لنادي الزمالك، لأنها هيفيد أيضا بالتسويق المادي. يعني لو في راحلين بيع هيبقى في تسويق مادي، وأيضا لو إعراض اكتساب خبرات للعيبة عشان اللاعب ده لما يجي يرجع لك يكون جاهز شارك ولعب مباريات. فده هيفيد نادي الزمالك جدا جدا الفترة اللي جاية، وده الأفضل والأحسن لنادي الزمالك. وإن شاء الله أعجلكم بفيديوهات جديدة جدا جدا، وإن شاء الله يا رب الفترة اللي جاية نسمع أخبار عن